أهلا بيكم في فيديو جديد. أنا ماري ودي قناتي. أخباركم إيه؟ أتمنى تكونوا بخير. وحشتوني جدا. أنا الفترة اللي قعدت فترة طويلة ما بعملش فيديوهات. في الأول كنت تعبانة وبعدين تقريبا كسلت. فبصراحة يعني أنا عاملة القناة دي علشان العنف اللي بيحصل، وهو ده سبب إن أنا عملت القناة. العنف اللي بيحصل ضد الحيوانات. فقلت لأ، لازم تكملي ولازم تكملي الوعي والنشر عن العنف اللي بيحصل ضد الحيوان، ولازم نتكلم عنهم. لأن أنا بجد بجد باحب الحيوانات جدًا، جدًا. أنا ما أقدرش أعيش من غيرهم، يعني أنا في أي مكان معايا سواء كان قطط أو كلاب، أنا باحبهم جدًا. فالنهارده هنتكلم عن الموضوع ده. تخيل نفسك كده إن أنت ما تعرفش تتكلم أو توضّح عن اللي جواك، أن تقول مثلًا جعان، عطشان، آآ خوف، ألم، جوع، ما تقدرش تعبّر عن اللي جواك. أنت نِفْسك تتكلم بس مش قادر، ما فيش صوت بيطلع منّك يشرح كل اللي جواك. ده بالضبط حال ملايين من الحيوانات اللي حوالينا كل يوم. أهلًا بيكم مرة تانية. النهارده هنتكلم عن العنف اللي بيحصل ضد الحيوانات، والموضوع ده مهم جدًا، جدًا. في الأول لازم نعرف ليه بيحصل، أو إزاي نقدر نوقّفه، وإزاي كل واحد فينا يقدر يكون سبب في إنقاذ حياة. أول حاجة لازم نعرفها إيه هو العنف. العنف ضد الحيوان مش ضرب، مش تعذيب وبس أو تعذيب مباشر. لأ، الموضوع أكبر بكتير. العنف ممكن يكون ضرب أو إيذاء جسدي، حبس حيوان مثلًا في مكان يكون صغير أو ضيّق، آآ غير مناسب ليه عن حجمه أو نوعه. حبس الحيوان أيًا كان في أي مكان حبس ممنوع. إهماله مثلًا زي عدم توفير أكل أو مَيّة، استخدامه في أعمال قاسية ما تكونش بتاعته، أو نستخدمه فعلًا في حاجات جامدة أوي ما نكونش قد قدراته أو قد طاقته، أو حتى التخلّي عنه في الشارع. في ناس كتير بتجيب حيوانات وتتضايق منها، أو خلاص جابتها لفترة وبعدين كانت واحدة كاتبة لي في الكومنتات: أنتِ أكيد ما عندكيش حيوانات ومش عارفة إيه، دول بياكلوا، ما عندهمش حاجة إلا إنهم بياكلوا ويناموا، وأنتِ ما جربتيش أكيد، أو مش عارفة بتعملي إيه. أنا جبت قطط وزهقت منها ورميتها في الشارع. رديت عليها طبعًا، بس ودلوقتي برضه بارُد عليها بقى صوت، باقول لها: "ليه ترميه في الشارع؟ ادّيه لجمعية خيرية، ودّيه لجمعيات حقوق يعني ودّيه لحاجات مختصة للحيوانات، في جمعيات، في ملاجئ. ودّيه لحد يعني صحابِك، يكون جيرانِك مثلًا يكونوا فعلًا بيحبوا الحيوانات. ليه نرميهم في الشارع؟ نجيبه ونرميه في الشارع." أنا مش عارفة ليه. في ناس بتتعامل مع الحيوان كإنها حاجة، مش كائن حي، وما عندوش روح. هو مش عنده روح، ربنا خلقه؟ مش عارفة. وده أخطر نوع من العنف، لإنه بيبدأ بفكرة. إيه هو العنف؟ تاني حاجة، ليه بيحصل العنف ده؟ أسبابه كتير أوي. 1، الجهل. الجهل فعلًا ناس كتير مش فاهمة إن الحيوان بيحس وبيتألم. في ناس مش عارفة كده إن الحيوان زيه زي الإنسان، بيحس، بيتألم، بيخاف، بيجوع، بيعطش. فاكرين إن ما عندوش إحساس، مش بيحس، بيتألم زي الإنسان بالضبط. تاني حاجة، التربية. لو طفل اتربى على الضرب، الضرب إن هو عادي، هيكبر وهو شايف إن العنف حاجة طبيعية.
عادي لو أنا مربية ابني أو بنتي على الضرب، عارف إن الضرب ده عادي أو العنف ده عادي، وده اللي بنشوفه طبعًا وبنسمعه، طفل قتل مش عارفة صاحبته والّا مش عارفة إيه علشان أخدت إيه، عشان هو اتربى على العنف، اتربى على العنف فبالنسبة له العنف عادي، إن هو لازم ياخد حقه بالكده، بالطريقة دي. التنفيس عن الغضب. فيه بيعملوا إيه، بعض الناس بتطلّع غضبها في كائن أضعف منها، أنا متضايقة من حاجة عشان أطلّع غضبي، أنا مش قادرة مثلًا أتكلم مع الشخص ده أو مش قادرة أعمل إيه، أروح أطلّع غضبي في أي حاجة بقى ضعيفة، طفل ممكن برضه، حيوان، أي حاجة ضعيفة عني أنا أطلّع غضبي فيها، طبعًا ده ما يصحّش. 4 غياب القانون، عدم تنفيذه، يعني ما فيش فعلًا بلاد ما فيهاش قانون ضد العنف، ما فيش قانون ضد العنف ضد الحيوان أو العنف أيًا كان، ما فيش قانون بيقول كده، ما فيش قانون بيقول إن في العنف لأ ضد الحيوانات، مش موجود، أو عدم تطبيقه، ممكن يكون في بس ما حدش بيطبّقه، ليه ما أعرفش. في أماكن كتير ما فيش عقاب حقيقي بيمنع الجريمة دي. حاجة تالتة اللي هو يعني أو التأثير التالت، تأثير العنف مش بس على الحيوان، اللي يمكن ناس كتير ما تعرفوش إن الشخص اللي بيأذي حيوانات غالبًا بيكون عنده قابلية يأذي أي حاجة، يأذي بشر، يأذي حيوان، هو إنسان مؤذي، يبقى عنده قابلية إنه يأذي أي حاجة، لأن العنف بيولد عنف. الدراسات بتقول إن فيه علاقة قوية جدًا بين إساءة معاملة الحيوانات والجريمة، يعني الموضوع مش بس حيوان، ده مؤشر خطير جدًا في المجتمع. والرابع إن إحنا نتكلم عنه اللي هو دلوقتي نعمل إيه؟ والسؤال المهم إيه نقدر نعمله؟ إحنا نعمل إيه علشان نوقّف العنف ده؟ أول حاجة التوعية، اتكلم، انشر وعي، انشر فيديو، انشر بوست، أبسط حاجة جدًا. انشر بوست، اعمل فيديو، اتكلم، ما تسكتش لمّا تشوف حد أو شخص بيأذي حيوان، ما تسكتش، امنعه. آآ علّم غيرك إن الرحمة مش اختيار، ليه الرحمة اختيار؟ ده ربنا يعني بيرحم، إحنا ليه ما بنرحمش؟ ربنا بيرحمنا إحنا، ليه ما بنرحمش إحنا؟ ليه ما بنرحمش بعض ولا بنرحم الحيوانات، ليه؟ 2 الإبلاغ، أي حاجة بلّغ عنها، لو شُفت حالة عنف ما تسكتش بلّغ، حتى لو مش عارف تتصرّف حاول توصل لجهة مسؤولة أو جمعيات إنقاذ الحيوانات. تالت حاجة الدعم، ادعم جمعيات رعاية الحيوانات حتى لو بمشاركة أو نشر بوست زي ما باقول لكم، نشر فيديو، نشر بوست، ده حاجة بسيطة جدًا. رابع حاجة التربية الصح. لازم نعلّم أطفالنا من بدري إن الحيوان ده روح، روح ربنا خلقه زيّنا، إن إحنا ما نأذيهوش، لازم نعامله برحمة، نعلّمه إزاي يرحم، وإن الحيوان مش لعبة، والرحمة في أبسط التصرفات، مثلًا طبق فيه مَيّة، فيه أكل لحيوان يكون جعان، حاجات بسيطة لكنها بتفرق جدًا. وعايزة أقول لكم بجد إن الإنسان الحقيقي مش بس اللي بيحب الناس، لكن اللي عنده رحمة بكل كائن حي، والحيوانات فعلًا مش محتاجة كلام كتير أو كبير، محتاجة بس حد يحس بيها. لو الفيديو أثّر فيك أو عجبك شاركه يمكن تكون سبب في إنقاذ حياة، وما تنساش تكتب رأيك في الكومنتات وتقول أنت شايف إزاي نقدر نقلل العنف ضد الحيوان. ومن كل قلبي باتمنى لكم كل خير وسلام وحب، ونشوفكم في فيديو جديد وباي باي.